السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم الزينة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، والزينة دي انا عملتها من قماش رمضان. هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا وكمان بتكلفة قليلة. كل اللي كلفتهوني ان انا اشتريت متر قماش ب15 جنيه. تابع الفيديو للاخر وشوفيني عملتها ازاي. اول حاجة انا جبت القماش، والقماش بيبقى شكله كده، بيبقى عليه رسومات رمضانية كتير. بعد كده هقص الرسمة بالبرواز كده اللي حواليها ده. ودي كده شكلها بعد ما قصيت واحدة منهم. وبعد كده جبت قطعة كرتون على قد مقاس القماش بالظبط اللي انا قصيته، وبحط الرسمة كده على الكرتون. وبعد كده هستخدم ورنيش مائي، ده الورنيش اللي انا بستخدمه معاكم على طول. هبتدي ان انا احط كده على الورنيش على الصورة نفسها من جوه الصورة كده لبره بالشكل ده كده. بحط الورنيش كده من جوه الصورة على بره بالطريقة دي كده. وبعد كده انا هكمل الصورة كلها، هحط عليها كلها ورنيش، وبعد كده هبقى اوريها لكم. وده كده شكل القماش بعد ما حطيت عليه ورنيش. ما تقلقوش من شكل الورنيش ده كده خالص، كل ده هينشف وبعد ما تنشف هوريها لكم. ودي كده شكلها بعد ما نشفت. ممكن تعمليها تابلو وتعلقيها على الحيطة، وتعملي شكل تاني جنبه او شكلين وتعلقيهم جنب بعض. وجبت نفس القماش اللي انا قصيت منه الشخصيات اللي بتبقى عليه دي، انا هقص الشخصيات دي نفسها، مش هقص كده البرواز كله. بتبقى بالشكل ده كده، ده شكل بوجي وطمطم. وده كده شكل بوجي وطمطم. بعد كده جبت قطع كرتون، وده الورنيش المائي. هحط الصورة كده على قطعة الكرتون، وهبتدي ان انا احط عليها الورنيش من نص الصورة كده لبره بالشكل ده كده. بحط كده عليها كمية ورنيش كتير، عشان لو تلاحظوا ان انا ما حطيتش تحت الصورة ورنيش، عشان القماش هيمتص الورنيش وهيخليها تمسك كويس اوي في قطعة الكرتون. بحط كده عليها الورنيش من جوه الصورة كده لبره بالطريقة دي كده. انا كده خلصتها كلها، هسيبها تنشف، ولما تنشف خالص هوريها لكم. ودي كده شكل الصورة بعد ما نشفت. بعد كده بجيب المقص وبمشي على الصورة بالظبط، وبقص الزيادات دي كلها بالشكل ده كده. هكملها وهوريها لكم. ودي كده شكلها بعد ما قصيتها. ممكن تسيبوها كده زي ما هي، او تحطوا على الطرف بتاعها كده اللزق اللي هو بيلمع ده من هنا كده. ممكن تستخدموا شريط ستان. ده شكل حسونة برضو بنفس الشكل اللي انا عملته، وده عم شكشك، وده فطوطة. ودي الصور الكبيرة اللي هي بالبرواز. وده شكل تاني، وده عم شكشك بس صورة كبيرة. وبعد كده جبت شريط ستان عشان هبتدي ان انا الزق عليه الصور. بحط شريط الستان كده، وهحط كده على الشريط شوية شمع. في المرحلة دي هستخدم طبعا المسدس بتاع الشمع، والزق كده عليه الصورة وادوس عليها كده بايدي شوية. وهحط الصورة التانية جنبها، يعني انا ببدل صورة صغيرة وصورة تانية بالبرواز، وطبعا ما بين كل واحدة والتانية بيبقى مسافة. احط كده شوية شمع وهلزق عليه الصورة دي، وهكمل بقية الصور معايا، وبعد كده هوريها لكم وانا معلقاها على الحيطة. ودي كده شكلها بعد ما علقتها على الحيطة. اتمنى ان هي تعجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو بتدوسوا لي على اللايك وتشتركوا في القناة وبتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.